الرجاء البيضاوي والقميص الجديد مرصع بالخريطة المغربية كاملة. الرجاء البيضاوي ونهضة بركان، بصح نبداو بالرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي والجيش غدوة عندهم مقابلة في رابطة الأبطال إفريقيا. الرجاء البيضاوي القميص الجديد ديال الرجاء البيضاوي بالخريطة المغربية كاملة. درك المشكل فين؟ المشكل فين؟ الانسحابات. واش الانسحابات من رابطه الابطال، واش من لاكاف؟ لانه حتى نهضه بركان غادي تلعب بالخريطه. كان توهم. شوف انا اليوم غادي نرد على صحافه الزيكو، رد على رفيق وحيد بالخصوص، لان رفيق وحيد هو اللي جبد هذا الموضوع وكان يهضر فيه بزاف بزاف بزاف، وكان كل نهار يعطي سيرتو في الدور التمهيدي. رفيق وحيد ما يعرفش الدور التمهيدي. باش تعرفوا هنا انا اليوم ردي عليك رفيق وحيد، لانه الدور التمهيدي انت ما كنتش عارف يلعبوا بالتريكويات ديال البطوله ديال الانوي، وكنا قلناها لك مرارا وتكرارا، لان نتوما ما تبغوش الحقيقه، تبغيو تلعبوا على الاخر. قلتوا لا، قلعوا لهم الخريطه وهذه الا بشرة خير. ما كان بشرة خير لا والو. قلنا لك حنا حتى دور المجموعات. انا بي ان سبور شركه المالكه للحقوق البث، وما تنقوش دور تمهيدي لانه دور عادي، دور ديال ماتش ولا جوج نورمال. ولكن نتوما كنتوا توهموا الناس بانه دور كبير، وعاود وهمتوا الناس بالطاس. قلت لك الطاس انا ما دير والو، لانه القضيه ما فيها لا طاس ولا برطاس ولا والو. القضيه ديال لاكاف والشؤون الداخليه ديال لاكاف، وهذه دوري ابطال افريقيا ولا دوري الاتحاد الافريقي يحكم فيهم الا لاكاف. تمشي للطاس، الطاس ما غاديش تعطيك الحق. الطاس غادي تقول لك غادي تمشي على الطريقه اللي تمشي بها لاكاف، لانه شكون اللي يعاقب؟ لو كان غادي تلعب بالمثال الرجاء غادي تلعب كاس العالم للانديه، من حقها ما تلعبش ما عندهاش الحق تلعب بالخريطه في كاس العالم للانديه، انه تما الفيفا، والفيفا عندها قانون اخر. ولكن هذه المسابقات الداخليه رابطه الاتحاد كذا من هذو عادي، كنا نقولوها لكم. نتوما كنتو تجيبوا لنا قوانين، نتوما تبغوا تهضروا بالقوانين، بصح القوانين تجاهلوهم ديال لاكاف، تبغيو ديروا ديال الفيفا ولاكاف كل وحده والاتجاه ديالها. لاكاف عندها لاكاف ولا الاتحاد الاسيوي، هادو كيخدموا في النوادي ديالهم. الفيفا عندها اتجاه اخر. الفيفا من تمشي لكاس العالم الانديه، تمشي لكاس العالم ديال الرجال، تمشي لاي حاجه، كاس العالم ديال كره الصاله، تمشي هذيك تما تحكم الفيفا، عندها قانون ديالها. بصح القانون ديال لاكاف باين وواضح. الناس ما غاديش تجي وتلعب براسها وتدخل لك التريكو بالقميص الخريطه. ما يجيش على القجع ماشي جا من السما طاح من السما ما فاهمش، ما قاريش القوانين اللي في لاكاف، قاريهم وعارفينهم. المنتخبات في لاكاف قلنا لكم اودي المنتخبات راه تلعب في كاس افريقيا، لعبت في كاس افريقيا ديال كوتيفوار بالخريطه ما امنتوناش. قلنا لكم كوتيفوار، موريتانيا، اخر منتخب كيقولوا له هذيك الافريقيا الوسطى، لعبت ماتشات قبل ما تلعب مع المنتخب المغربي، وانتم جيتوا للبلاطو بقيتوا تتهموا في المغرب ولا قجاع بانه دارها. نو، افريقيا الوسطى روحوا وليو السيجي ديالها جبروها لعبت بالخريطه قبل ما تلعب مع المغرب. هذه من جهه خاصكم تتبعوا، لانه كاين جوجل، كاين فيسبوك، كاين هذيك. دخل دير افريقيا الوسطى لجوجل غادي يعطيك واش افريقيا الوسطى كتلعب. نتوما دروك نتوما تجيو تقولوا لنا قوانين، ولكن ماشي هذوك هما غلط. تهضروا لنا على الفيفا يا ودي. هذا شوف درك بركان ما جاتش وطاحت من السماء. بركان 5 سنين وهي تلعب بهذاك التريكو هذاك القميص. يعني كون ما كانش قانون اللي كان قانون اللي ضدها ما يلعبوش به. وفي لاكاف ما يغامروش بلاكاف كامله كامل، لا، ولكن قانون معاهم. اليوم عاود الرجاء تبع لبساتو بصحتهم غادي يلعبوا به رابطه الابطال. بعاد علينا حنا واش دخلنا بلادهم هذيك ويديروا فيها اللي بغاو وتريكوهم اخويا حر. السؤال المطروح هو في اللاعب البوزوق اللي حصل ديال يا اما لانه عنده كونترا مع النادي، سواء يلعب سواء هذاك الشيء يبقى بينه وبين النادي. هنا ما يلعبش غادي يخرج زيرو درهم كما يقولوا لها، لانه هذاك الشيء يبقى مع النادي، لانه سي اوبليغاتوار تلعب. راه عندك واحد الحاجه كيما صار لهذاك النادي اللي معاه كونترا ويبغي يمشي يلعب في هذيك الدوله اللي بلا ما باش ما نذكرش الاسم ديالها، يا اما يلعب يا اما باي. هذا شيء باين. بصح هو غادي يلعب بالتريكو عادي في بلدي، راه في نادي ومسني كونترا وخدام على ولادو. هادشي اللي كاين. نبدلوا الاوروبا لا، لانه الامور اصبحت الان لا كل واحد يجي يدير لك خريطه. كيفاش تفري هذوك انت؟ كل واحد يدير لك. الحل الوحيد لازم تدخل لوطوريتي الجيريان باش او نيفو دبلوماسيه يتصلوا بهذه لا كاف ولا فيفا جو نسي با كوا بار لو بيي دي زومباسادور دي مينيستر زافير ايترونجير اون فوا بور توت. قال لي كوب دافريك هذوما تو سكي كونسير لافريك كاينه خريطه واحده هي تاع بلادك يا تاع لافريك تاع بستم، كل واحد يلعب بلادو. هذا ما كان هذيك الزياده اللي ما تستعرف بها لا لوني لا الفيفا لا والو ممنوعه وخلاص. لو بروبليم يسرا ريغلي. سي كيستيون دو برانسيب. سمح توصل هكذا تولي كل ما طيح مع المروك ما تلعبش.
رضوان نزل المستوى الى الحضيض وبتواطؤ دائما كما قلنا من الاتحاد الافريقي. لما تشوف مثل هذه الممارسات من هذا المنافس وينتقل من رياضه الى رياضه اخرى، تحس وتشعر، يعطيك الانطباع انه المشكل مشكل نفسي وازمه ثقه، لانه لما تكون انت عندك خريطه مقتنع بها لا داعي لك لاظهار تلك الخريطه وانه هذه هي حدودي. نادي الرجاء يثير الجدل بقميص خريطة المغرب في دوري أبطال إفريقيا. فاجأ نادي الرجاء عشاقه هذا الموسم بقميصه الجديد الذي يحمل خريطة المملكة المغربية كاملة. هذه الخطوة أثارت اهتماما واسعا، خاصة مع مشاركة نادي الرجاء في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ما يعني احتمال مواجهة فرق جزائرية. الإعلام الجزائري أبدى تخوفه من تداعيات هذه الخطوة وسط حديث عن احتمال انسحاب الأندية الجزائرية إذا واجهت نادي الرجاء في عصبة الأبطال. البعض يرى أن القميص يحمل رسالة قوية تعكس تمسك المغرب بوحدته الترابية، فيما يعتبره آخرون خطوة قد تشعل التوترات الرياضية. في النهاية يبقى السؤال: هل ستؤثر كرة القدم على السياسة أم ستبقى الريادة